فضائل أم المؤمنين عائشة. فضائلها: كانت أحب الناس إلى رسول الله، كانت أعلم الناس، وكانت أفقه الناس، وأكثر الناس رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما فاقها إلا أبو هريرة، ما فاقها في رواية الحديث إلا أبو هريرة، روت 2210 أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة أعلم الناس بالفقه، وأعلم الناس بالحديث، أعلم الناس بالشعر، أعلم الناس بالطب، أعلم الناس بالرأي. عائشة الحسيبة النسيبة أم المؤمنين، زوج رسول الله، برؤيا رب العالمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة يحبها رسول الله فيظهر حبه لها، فتشتكي أزواج رسول الله وينشدن رسول الله في العدل، في أن يعدل بينهن وبين عائشة رضي الله عنها، فيرسلن فاطمة بنت رسول الله لوجاهتها عند رسول الله، فتأتي فاطمة فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لها: ألا تحبين ما أحب يا فاطمة؟ فإني أحب عائشة. ما ينتهي الأمر، لكن تأتي أم سلمة تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا في الأحاديث الصحيحة: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي بكر. فيقول: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة. ما نزل جبريل على رسول الله وهو مع زوجة من أزواجه متغطيا بلحافه إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يأتيه عمرو بن العاص الذي أسلم سنة 8 من الهجرة. تأخر إسلامه نعم، لكن في تأخر إسلامه فائدة، فهذا الحديث الذي يرويه عمرو بن العاص من آخر كلام رسول الله لم ينسخ. يجهز النبي عليه الصلاة والسلام غزوة السلاسل، ويؤمر عمرو بن العاص، فيأتيه عمرو بن العاص والحديث في الصحيحين: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: عائشة. فيقول عمرو: من الرجال؟ قال: أبوها. هنا شرف ما بعده شرف. إن الولد ينسب لأبيه، لا ينسب الوالد لولده، فكيف إذا نسب أبو بكر إلى ابنته عائشة؟ تأمل في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يسأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ لم يكن ابنتي فاطمة، ولا سبطاي الحسن والحسين، ولا صهري علي، ولا فلانة من زوجاتي، وإنما يقول مطلقا الكلمة بكل قوة: عائشة، إذ لا يساميها ولا ينازعها في المحبة إنسان آخر. فيقول عمرو بن العاص: فمن الرجال؟ عائشة من النساء. فمن الرجال لم يقل أبو بكر، وإنما قال أبوها، فنسب الوالد لابنته، نسب أبا بكر إلى ابنته عائشة. لم يقل هناك عائشة بنت أبي بكر،
ولم يكن هنا أبو بكر، وإنما أضافه إليها لمدى شرفها وعلو مكانتها. ولست تتحدث يا رسول الله عن رجل نكرة، وإنما أنت تتحدث عن أعظم رجل في هذه الأمة بعدك يا رسول الله، فكيف تضيفه إلى ابنته وتقول أبوها، ليدل على مدى علو منزلتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام يشتد مرضه يوما بعد يوم، ما تزايله علته بل تلازمه، يبرح به مرضه ويوعك كما يوعك الرجلان، فيستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة مع ما في القلوب من الغيرة، ولكن هن يحببن ما يحبه رسول الله، وهن يؤثرن رضا رسول الله على رضا أنفسهن، فيأذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يمرض في بيت عائشة، لأنهن يعلمن أنه يحبها أكثر منهن، وهذا ما كان ظلما منه، وإنما كان يعدل فيما يملك في النفقة في المبيت، لكن ماذا يصنع فيما لا يملك، وهو ميل القلب إلى هذه عن تلك، هذا لا يملكه، فترك الأمر لله عز وجل، عدل فيما يملك وفوض الأمر إلى الله فيما لا يملك. استأذن نساءه فأذن له فمرض في بيت عائشة، مرض في بيت